ايوه، هي دي الكبده اللي ريحتها بتجيب لاخر الشارع. طريقه عربيات الكبده اللي كلنا بنحب ناكل على عربيه كبده وبنحس ان هي طعم مختلف. لا، ما تفتكروش ان هي فيها اي افتكاسات. الكبده بطريقتها سهله جدا، هي بس ليها تريكات لازم تعرفيها. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا فاتن من مصر وام مصريه زي اي ام. عايزاكم بقى تشجعوني باللايك والكومنت، ويلا بينا نبدا الفيديو. النهارده هعمل لكم احلى كبده بجد، هتاكليها وتدعي لي. الكبده دي يا بنات زي بتاعت بره بالظبط، اللي بتشتريها من العربيه وريحتها بتقلب الدنيا. نقول بسم الله ونبدا. عندي هنا ده عندي نص كيلو من الكبده. انا جايباه متقطع جاهز كده. التقطيعه اللي انت عايزاها بقى، عصافيري، شرايح رفيعه، براحتك خالص. التقطيعات حسب ما انت بتحبيها. احنا بنحبها كبيره شويه، فانا قلت للراجل قطعها لي كبيره. معلومه تعرفيها عن الكبده: الكبده ما بتتغسلش، بتسيبيها في مصفى تنزل كل الزفاره اللي فيها، وما بتتغسلش خالص، لا باللبن ولا بالحاجات الافتكاسات اللي بشوفها دي. الكبده ما بتتغسلش يا بنات، حتى اللبن ما بتحطش عليها. فانا فاتن باجي اعمل الكبده وبلاقيها زفره شويه، وانتي حطاها في المصفى عصري عليها ليمونه كامله كده واخلطيها ببعض وسيبيها تنزل كل الزفره اللي فيها. تمام كده. عندي هنا ووك او حله او طاسه اللي انتي بتعملي فيها. انا عندي طاسه، حطيت عليها معلقتين 3 من الزيت. ما تكتريش زيت عشان هقولك هنحط ايه تاني. ويكون الطاسه بتاعتي سخنه جدا، ولازما الكبده تنزل عليها وهي سخنه. ليه يا فاتن؟ عشان ما تنزلش اي دم ويعمل لك ريحه زفاره في الكبده. تمام، لازم تديها الصدمه دي. نزلت بالكبده زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو، وهديها صدمه. والبوتاجاز يعني واخد ايه عالي شويه. تمام كده، عشان ايه؟ ما تنزلش الدم بتاعها وتكون زفره. دي تركه مهمه جدا لازم تعرفيها من الكبده. طيب الكبده هتحطي في الكبه بتاعتك 3 4 فصوص ثوم، تعصري ليمونه، قرنين فلفل حار او بارد زي ما تحبي. تحطي بقى البهارات بتاعتك: بودره بصل، بودره ثوم، سنه من الكزبره، تكتري من شويه من الكمون والكزبره. دول اكتر حاجه الكبده بتحبهم. ودي شركات طالعه كتيره قوي، اللي هي شركات معروفه يعني بتعمل بهارات. عامله بهارات للكبده تحفه يا بنات، تحفه. الكيس مش غالي، ب11 جنيه، بيقعد عندي فتره طويله. باخد منه شويه كده على طرف المعلقه، فعلا بتفرق كتير. فانا اديت كده للكبده بتاعتي صدمه زي ما انتم شايفين اهو، وهبتدي اقلب فيها طول ما انا واقفه، بديها صدمه عشان ما تنزلش الدم بتاعها. عايزه اقول لكم مش هتلاقي ريحه ولا هتلاقي اي حاجه، وطعمها يبقى حلو جدا. وتنسي بقى الكبده تشد منك. لا، هقول لك على تريكات خليها جوسي بطريقه جدا بجد، هتدعي لي. عملت الكبده اهو زي ما انتم شايفين، بقلب فيها اهو بكل وانا واقفه. هنزل بقى بالخلطه الثوم اللي انا قلت لكم عليها، ضربتها في الكبه، اللي هي فصين توم مع فلفل، اللي هي اسمها ايه، تتبيله السمك وتتبيله الكبده، كلنا عارفينها وشاطرين. خدت منها معلقه كبيره. انا بعملها في البطرمان في التلاجة وبحفظه عندي، ما بيجرالوش اي حاجه، او في الفريزر. يعني انا بستخدمها دايما فبحطها في التلاجة. انت ما بتستخدميش كتير، حطيها، اعملي بطرمان حلو كده، حطيه في الفريزر. قلبت كده، حطيت معلقه كبيره حلوه لان احنا بنحب الكبده بتاعتنا سبايسي. وهبتدي بقى كده انزل بالفلفل. الفلفل ده رومي على حار، تقدري تحطي رومي بس بيدي لها نكهه حلوه قوي. قلبي بقى كده الفلفل مع الكبده، هتشمي احلى ريحه، لا تشمي زفاره ولا هتشمي اي حاجه. ما شاء الله ريحه الكبده تحفه. حطي بقى شويه توابل بسيطه جدا: فلفل اسود، سن الكمون، الملح، وبهارات الكبده اللي قلت لكم عليها. دي بتخلي الكبده بتاعتك في حته تانية خالص بجد. جوزك هيقولك اعملها لي في البيت، ما تشتريهاش تاني من بره. ما شاء الله اللهم بارك، تحفه. قلبي بقى كده، حطي الملح بتاعك، ظبطيه. طبعا انا مش هكتر ملح لان في التتبيله اللي انا عملتها بحط فيها ملح، فايه قللت الملح شويه. عايزه اقول لكم التريكات تانية مهمه جدا، اللي احنا قلت لك ما تكتريش دهون، هحط حته من اللي عايزه اقول لك تحفه. طب انا ما عنديش ليا، حطي دهن، اي حاجه دهون حطيها مع الكبده تبقى تحفه جدا. عندي حته ليا صغيره كده، قطعتها زي ما انتم شايفين، بتدي بقى ريحه. هي دي بقى التركايه اللي بتجيبك على عربيه الكبده.
اللي يا جماعه اللي تحفه. وعايزه اقول لكم دكاتره كتير قوي تغذيه قالوا ان اللي مش مضره خالص، بس طبعا كل حاجه بنستخدمها بكميات يا جماعه، لا اي حاجه بتكتر بتبقى يعني مش حلوه، اي حاجه كتيره مش حلوه. انا حطيت حتتين كده عشان تدي ريحه بس كده وطعم للكبده بتاعتي، وفعلا فرقت كتير. طيب انا عايزه الكبده بتشد مني يا فاتن، حطي 3 معالق ميه بالظبط، ما تكتريش، 3 معالق ميه، والكبده تغطيها عشان ما تشدش منك. تمام. وكده الكبده بعد 5 دقايق، الكبده بتاخدش سوا خالص يا بنات، 5 دقايق كانت استوت، لان لو قعدتيها كتير على البوتاجاز هتشد منك وتبقى عامله زي الكاوتش. انا الكبده اللي عاملاها دي يا بنات كبده ضاني، تقدري تعملي البقري، تقدري تعملي البرازيلي، الهندي، براحتك خالص. الكبده في دكتور تغذيه جه وقال مش مضره خالص، المجمده اهم حاجه نكون جايبينها من مصدر كويس. بصوا بقى، عايزه اقول لكم الريحه حرفيا اتقلبت، ريحه البيت اتقلبت، شايفين ما شاء الله، تحفه الريحه يا بنات بجد مش هتصدقي. انا بقى في عيش بلدي كده بحبها، في ولادي بياكلوها في فينو، بس انا بقى مغرمه عيش بلدي في الكبده، حاجه كده تحفه، شويه طحينه شويه جرجير، واحلى غدا النهارده. ما تنسوش لايك وكومنت وتقولي دعوه حلوه.